السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير، اللهم امين يا رب العالمين. إيه طبعا بقى العصر لسه مأذن دلوقتي، انا قايمة من الساعة 1 وقاعدة ما عملتش مصلحة. تمام. طبعا عنده أمنية هي اللي قلنا مسؤولة عن المطبخ، بس تعبانة شوية، ربنا يشفاها ويعافيها يا رب. إيه شايفين؟ انا لسه يعني انا يا دوبك لسه قايمة من على السجادة والله مصلية العصر. ماشي، بس شايفين بقى الجمال؟ ايه رأيكم؟ ده طبعا مواعين امبارح لسه ما اتعملش اهو. ماشي. ده طبعا شكل المطبخ بتاعي الجميل اللي ما شاء الله اهو. يعني الحاجات دي كانت فوق حتى هي جابتها. فانا خلاص يعني، انا قولوا لي انا اعمل ايه، انا ما عدتش عارفه. يعني المفروض 100 مره قلت يا بنات يا حبايب قلب ماما، انا لازما يعني المفروض ان انا اقوم من النوم ان انا ايه، هقف على البوتاجاز او اشوف هطبخ ايه او اعمل ايه. طيب انا دلوقتي دماغي مصدع وربنا اللي عالم بيها، والضغط مش مظبط معايا اليومين دول. فالحمد لله والشكر لله. حتى انا شوفي حتى الواحده وشها بين عليها التعب او الزعل او حاجات كتير، ربنا يعدها معانا على خير. والجو بقى قلب يا جماعه اهو. كانوا بيقولوا الجو هيقلب من يوم الاربع فعلا. شوفوا يعني شويه شمس وشويه هوا شايفين المنظر عندنا يا عم؟ احنا في رمضان، التكاتك والاغاني والناس اللي بتشغل اغاني في رمضان دي ما مش عارفه في ايه. انا مش قادره اعمل حاجه والله. انا ربنا اللي عالم بيه. انا نفسي يا جماعه كده احس فعلا ان انا ايه، يعني عندي بنات كده بسم الله ما شاء الله، ان انا مثلا اقوم من النوم انا الفطار جاهز. يعني بقول لهم حتى يعني انتوا عايشين معايا اهو، بكره تتجوزوا وكل بنت تروح بيتها وربنا يسعدكم ويصلح لكم يا رب. حسسوني بس اليومين اللي انتوا قاعدين معايا فيهم إيه، يعني اعملوا اي حاجه. ايدي بايدهم في كل حاجه، ويمكن انا ايدي اكتر من ايديهم كمان. فاهمين؟ يعني المفروض بدل ما اولع على الاكل، الناس بتقيم الصلاه اهو، صلاه العصر. شوفوا الهوا، شوفوا الهوا والشجر. شوفوا، شايفين الشجر؟ شايفين الهوا؟ هوا هوا بجد. يلا ربنا يستر. إيه، ويا رب الفيديو يعجبكم وتابعوني يا جماعه يا جماعه، عشان خاطر ربنا والله العظيم ما هتخسروا حاجه والله. دخلتوا على الفيديو دوسوا على اللايك ودوسوا على الاشتراك بس. كتر الف خيركم، دي بس مساعدتكم ليا ان القناه تكبر بيكم ومعاكم. نفسي ربنا يكرمني والله، نفسي ربنا يكرمني وناويه لما ربنا يكرمني كده يعني نسيبها على الله. فادعوا لي بقى كده على ما اروق الجمال ده. طبعا انا عندي والله الحمل مكسوره وانا مش عارفه اثبت عليه التليفون، والله ما عارفه اجيب واحد والله. البنات بقى يعملوا فيديوهات ومش عارف ايه وادم ويشدوا ويعملوا لحد مكسروه والاضاءه بتاعته باظت. فان شاء الله ربنا يفكها واجيب واحد باذن الله. فاشوفكم على خير وادعوا لي بقى ايه عشان الحق الم الدنيا دي كلها كده قبل ما شايفين، قبل بس ما انا يعني اطباق وحاجات بس مش عارفه. وان شاء الله كده ربنا يفكها عليا اجيب طقم حلل، لان بصراحه محتاجه طقم حلل قوي 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 في المطبخ. انا عندي الطقم اللي هو ده، انا عندي الطقم اللي هو ده، بس محتاجه من ايه كمان طقم معاه. وفي نفس الوقت بقى طبعا اللي عندها عروسه بتجهزها هتقول لك بدل ما اجيب طقم لنفسك لا هات لبنتك وعيني. دي طبعا كل ام مصريه معروف عنها كده. يعني انا في جوازه بنتي الاولانيه والله العظيم ما اضحك عليكم، كنت مثلا ما اجي على رمضان اللي انا كنت بجيب لها من وهي صغيره. فكنت بدخل على رمضان كده وطبعا بقى كل واحده بتجهز بقى طقم كوبايات، لا شفش الا عصير، لا مش عارف طقم ايه، لا ايه. فانا اجيب على اساس ان انا جايبه من المحل وجايه احطه في المطبخ بتاعي. فساعه ما اجي استخسر في نفسي وحياه ربنا زي ما بحكي لكم كده واعل بنتي. تمام. فانا الوقت برضو فعلا محتاجه شويه حاجات للمطبخ، بس بفكر بدل ما هتجيبي ليكي لا هات لبنتك بقى اللي اتخطبت دي وربنا يصلح حالها وهاتوا عيني. فهي كل ام فعلا بتفكر في بناتها قبل ما تفكر في نفسها. فيا رب الفيديو بس هو فيديو بسيط، يعني قلت اما اتكلم معاكم كلمتين ان انا فوق. حتى شايفين عينيا والله من التعب، لان يعني زعلانه شويه فالتعب بيبان على وشي. فالحمد لله. ربنا يفكها على كل متضايق في الدنيا يا رب، وربنا يصلح حالكم. وعشان خاطري وعشان خاطر ربنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. مش عايزه منكم اكتر من كده. اشوفكم على خير ومع السلامه.